اللحظة اللي بان فيها هو رجعت كنجري للبيرو، شديت الباب وبقيت كنتفرج في الكاميرا 4. الساحة خاوية. بدلت الكاميرا 11 ديال ناقص 2. وشنو نلقى؟ نفس الممر اللي كنت فيه، الضو مطفي، غير واحد الظل طويل. هاد المرة واقف قدام الكاميرا قريب بزاف، حتى ما باين والو غير ظلام، بحال شي واحد لاصق على العدسة. الكاميرا بدات كتهز بحال شي حد كيدفعها، ومن بعد طفات مرة واحدة. فهمت باللي الشيء اللي كان ضل في الكاميرا قبل دابا قرب. الهاتف ديالي بدا كيهز، النمرة مجهول كيتصل. جا في بالي يمكن الحارس اللي قبل مني. جاوبت الو، ما جاوب حتى واحد، غير نفس الموسيقى ديال بلاصة الالعاب، ولكن هاد المرة بطيئة بزاف. قطعت الخط. عاود عيط انا للحارس، خويا راه الامور ماشي هي هذيك، المول في شي حاجه خايبه، انا ما نقدرش نكمل هاد الخدمه. جاوبني بصوت مبدل ثقيل بحال شي حد مخنوق. ماشي اي حد كيعجبهم، ولكن دابا راه شافك، الا خرجتي قبل الفجر غادي يتبعك لدارك. قطع الخط. عاود تتصل، النمره طافيه. تفكرت اني اصلا ما عطيتوش رقمي من قبل، رحنا غير تبادلنا الخدمه في النهار. كيفاش عرف رقمي؟ هنا عرفت باللي اللي كيهضر ماشي هو. محاولة الهروب. قلت مع راسي نتسنى غير حتى يطلع الصباح، ما نخرجش قبل الأذان، ومن بعد الله عاون. بقيت في البيرو كنقرا القرآن، كنبدل بين الكاميرات، وكل مرة كنشوف شي حاجة تخوف. مرة ضل كيدوز قدام محل، ومن بعد كتخرج منه واحد الشعلة خفيفة بحال الدخان. مرة كيبان في المرايا ديال واحد الصالون النسائي وجه بنت مقطع، مع أن المحل مسدود من شهور. مع 5 إلا ربع تقريبا النعاس كيدير حالته، ولكن الخوف منعني. خرجت نشم شوية د الهواء في الباب الرئيسي، نطلع على الشارع. غير فتحت الباب شفت واحد الراجل واقف قدام المول، لابس جلابة كحلة وجهه ما باينش. رفع راسو شوية وبصوت خفيف سمعتو كيهدر، مع أن المسافة بيناتنا كانت بعيدة. بقى في خدمتك، حنا هنا قبل من المول وقبل منك، ما تخافش. دار مشى في الزنقة بحركات بطيئة واختفى ورا الزاوية. حسيت أن رجليا ما بقاش فيهم الدم. رجعت لداخل، شديت الباب مزيان وقلت هذه آخر ليلة نخدم هنا مهما يكون التحمن. النهاية، الثمن اللي خلاني نهرب. طلع النهار، جا الحارس ديال الصباح لقى عيني حمرين. سولني واش نعس شي دقيقة؟ قلت ليه لا والله ما قدرت نعس. حكيت ليه شوية من اللي شفت، ما بغيتش نزيد عليه باش ما نقنعش راسي أنه حقيقي. هو غير كيبتسم وباقي ساكت. من بعد قال لي شوف خويا ياسين، هاد المول مبني فوق بلاصة كانت فيها مقبرة قديمة ومخازن تحت الأرض، وكاين اللي كيقولوا كانوا الصحارى كيديروا طقوسهم هنا قبل البناء. من داك الوقت كل سيكوريتي خدم في الليل، يا كيستقل يا كيوقع ليه شي مكروه. انا نصحتك من الاول تصد قلبك. قلت ليه انا منين غنخرج دابا؟ ما غاديش نرجع. جاوبني ايوا دير واحد الحاجه، قبل ما تمشي هبط لناقص 2، شعل الضوء وقول لهم صوت عالي سمحوا لي ما بقيتش قادر نخدم هنا، ماشي غادي نضركم، غير خليو طريقي سالمه وما تتبعونيش لدارنا. فعلا جمعت العزيمه، هبط لذاك الطابق الاخير، شعلت الضوء، المبر خاوي، الباب رقم 27 باقي كيما هو. وقفت في النص وقلت نفس الجمله اللي علمني، الا كنتو هنا سمحوا لي، انا عبد ضعيف ما جبت حتى اذى لكم، غير خليو طريقي سالمه وما تبعونيش لدارنا. فجاه دويوان كامل تشعلوا بقوه، ومن بعد رجعوا عادي، والجو سخن شويه بحال شي حد تنفس في ودنك، ومن بعد مشى. طلعت الفوق، رجعت للمكتب، نزلت سوارت ومشيت في حالي. من داك النهار ما بقى عندي الشجاعه نقرب من داك المول، لا في النهار ماشي غير في الليل. وكل مره كنسمع شي موسيقى ديال دراري صغار في شي بلاصه، قلبي كيتفكر داك الصوت الصغير اللي قال لي
ما تبقاش تجي هنا في الليل. ايوا هادي كانت قصتي مع المول المسكون في طنجة. كتبوا لي في الكومونتات واش عمركم خدمتوا ولا دخلتوا لشي بلاصه مهجوره وحسيتوا بشي حاجه ماشي عاديه. الى عجبتكم القصه ديروا لايك، بارطاجوها مع صحابكم، وكتبوا لي واش نبقى في قصص الرعب ولا ندوز للخيانه والهجره والدراما. وخليكم ديما عايقين، راه ماشي كل باب كيتحل خاصك تدخل منه.